تذكر وقفات مع القرآن العظيم. تكرار القراءة له مدلول كبير، ولعل هذا اتضح من القراءة التي وقفنا فيها أكثر من وقف، فإن المعنى يختلف في كل مرة. قال أبو ذر رضي الله عنه مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار الآيات: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول عباد بن حمزة: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها وجعلت تعيدها وتدعو، فطال ذلك علي فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت إليها وهي تعيدها وتدعو. ويقول ابن القيم رحمه الله: فإذا قرأ القارئ قرأ بتفكر، حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. وقفات مع القرآن العظيم. إذن القضية يا جماعة قضية هذا القلب، لازم نفهم القضية حبة حبة. أول شيء بأي عضو، اللسان يذوق الأكل، القلب يذوق القرآن. طيب من اللي يقول هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول سبحانه جل جلاله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. يوم نزل هذا القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى القرآن إما واقف وإما جالس وإما على ناقته وإما على فراشه. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا المكان. لأجل هذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام، تغيرت حياته كلها صارت متصلة بالسماء. ليش على قلبك؟ ليش؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام ما سمع بأذنه، ما سمع بقلبه، سمع بأذنه، لكن هو هذا الكلام راح القلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن. يعني انتبه، أول قبل لا تفتح الصفحات وقبل لا تدور كتب تفسير دور شيء أهم من هذه. قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. يقول طهر هذا قبل. إن أكثر الناس حينما يسمع أحد يفسر الكلام والقرآن يجي يقول: وش أحسن كتب التفسير؟ صح؟ لا تدور أحسن كتب تفسير الآن. أنت الآن دور وش اللي يصلح قلبي وقلبك. لأن لو جبت لك أحسن عسل ولسانك خربان وش تبغى به؟ صح ولا لا؟ واحد مقطع رجليه يقول: شو أحسن نوع من الجزم أجلكم الله؟ نقول له: حبيبي أنت ما عندك رجلين، صح ولا لا؟ ولا يا جماعة؟ فواحد ما عنده سمع، أصم تماما، يقول: إيش أحسن قارئ؟ يقول له: أنت أول شيء صلح المكان قبل لا تصلح اللي تبغى تذوقه فيه. فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم. يقول شوف، أما أنك تحس بطعم القرآن وتحس أنك تتأثر بآياته، ولا فيه أمر. وش الأمر هذا اللي ممكن حاصل؟ يعني خيارين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول إذا ما تحس بشيء ترى هذا مقفل، أسأل الله أن يفتحها، ما يفتحها له سبحانه. أسأل الله أن يفتح على أغلاف قلوبنا حتى نتدبر هذا الكلام. كلام الله كلام رب العالمين، ختمت به الرسالات وقطعت به الحجج والبينات. كلام الله الذي منه مبتدأه وإليه منتهى. كلام الله الذي سمعته الجن فآمنت وأقرت وصدقت فقالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي أنزله الله نورا ودليلا إلى دار السلام، أوجد به الرحمات وأعد لأهله علو الدرجات وكفر به الخطيئات وجعله موجبا للرحمات. هذا الكلام العظيم والنور الكريم اصطفى الله له الأخيار فقلب قلوبهم على أوامره وزواجره آناء الليل وأطراف النهار. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.